أظهرت إن في استمرارية جينية بين المصريين القدامى والمصريين الحاليين. يعني إيه؟ يعني في نسبة كبيرة من الجينات اللي موجودة في المصريين دلوقتي كانت موجودة برضو عند الفراعنة. طيب ماشي. تاني حاجة الأصول الإفريقية، الجينات اللي اتحللت من المومياوات بينت إن الفراعنة كان ليهم أصول إفريقية، المصريين دلوقتي برضو ليهم أصول إفريقية واضحة، وده بيوضح إن الجذور الإفريقية مستمرة من أيام الفراعنة لحد دلوقتي. الجينات المتوسطية، برضو في تشابه جيني بين المصريين الحاليين والفراعنة في الجينات المتوسطية، ده بيوضح إن في تواصل مستمر بين مصر ودول البحر المتوسط من زمان. الاختلافات الجينية وتأثيرات الهجرات، من أيام الفراعنة ولحد دلوقتي مصر كانت ملتقى لعديد من الحضارات والشعوب المختلفة. يعني في ناس كتير جم مصر وعاشوا فيها واتجوزوا من أهلها، وده أثر على التكوين الجيني للسكان. والفتوحات الإسلامية، الفتح العثماني والغزو الفرنسي والبريطاني، كل ده